هاد المرا اللي كتشوفو تخلى عليها راجلها هي وجوج وليدات وهرب. مول الدار اللي كانت كاريه عنده بغى يجري عليها حقاش ما كتخلصش الكرا. ولدها اللي كان عنده 8 سنين دار شي حاجه على قبل مو اختو خلات القصه ديالهم تخطف الانظار ديال العالم، ماشي غير في تركيا. ما غتصدقوش فينا هما دابا واشنو وقع ليهم. من بعد ما جا مول الدار وغوت على الام قال ليها الا ما خلصتيش غادي نلوح لكم حوايجكم في الزنقه. هي نهارت وبقات كتبكي مسكينه قدام وليداتها، ما عارفه منين تجيب الفلوس ومعها جوج ديال الوليدات. ولات كتمشي تخدم في الديور ولكن داك الشيء قليل. ومن بعد جات كورونا والناس اللي كانت خدامه عندهم ما بقاوش بغاوها، بقات هي ولادها بلا فلوس. كاين المرات اللي كانت كتمشي تطلب الماكله من عند الجيران. وهي تقرر باش تصيفط بنتها لعند العائله ديالها في المكسيك يتكلفوا بها. وبقات هي وارون بوحدهم اللي كان متعلق بزاف باختو وبقى كيبكي على الفراق ديالها. ارون بقى كيفكر يدير شي حاجه على قبل الام ديالو، وقال ليها الحلم ديالي نشري ليك دار كبيره. بقى كيفكر هو يمشي لواحد الجريده حداهم وبدا كيجمع منها النباتات والغرس وكيجيبو وكيزرع دوك النباتات عنده في الدار وكيعاود يخرج منهم بزاف ديال المحابق حتى ولاو عنده النباتات ولا كيبيع دوك الوريدات. الناس اللي كانوا كيعرفوه كلهم كيشريو من عنده، خصوصا كيعرفوا الحاله ديالهم فكيقولوا كنساعدوه. جا عنده واحد النهار الجار ديالو وقال لي انا غادي نساعدك ولكن بواحد الطريقه واحده اخرى. صور دوك الوريدات وصور الولد ودار قصه ولاحها في الانترنت. القصه ديالو دارت ضجه وبكات الملايين، والاف ديال الناس اللي ولاو كيجيو حتى لعنده وكيشريو من عنده وكيتهلاو فيه. ارون دار صفحه ديالو ولاو الناس كيصيفطوا ليه المساعدات من جميع انحاء العالم. وحتى بان واحد رجل الاعمال اللي معروف في تركيا واشترى لهم دار وقال لهم ما غتبقاوش تخلصوا الكرا. ارون جمع بزاف الفلوس وخدم لهم شويه ومشى شرا الطوموبيل للام ديالو. الام ديالو كتبكي وما مصدقاش الفرحه، كتقول البارح كنت غنعيش في الزنقه ودابا ولات عندي الدار والطوموبيل. كيقول ارون انا فرحان حيت الام ديالي ما بقاتش كتبكي وولات فرحانه. وبالفضل ديال الشهره ديال ارون تعاقدات معهم شركه الاحذيه نايك وداروا حمله للحفاظ على البيئه. خلاو ارون باش يزرع النباتات في الاحذيه الرياضيه. هاد الشراكه طبعا ربح بها ارون الاف الدولارات. والام ديالو رجعات بنتها من المكسيك وكيعيشوا فرحانين. باش ننجحوا خاصنا نساعدوا بعضنا ونمدوا يد المساعده. فبالفضل ديال هذاك السيد اللي صور القصه ديال ارون بدل حياتهم 180 درجه. الله يقدرنا على فعل الخير. شنو رايكم في هذه القصه؟ ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. شكرا والى فيديو اخر باذن الله.